أنا عندي نوع من التوحد، ما بحب الناس، ما بحب كون متواجدة بمحل في كتير ناس. أنا بعدني لهلأ أنا I wear mask، حتى مثلا إذا بروح على المول ما بحب حدا يشوفني. هل أنت من الناس اللي بتستحي بتتوتري كتير. والناس عندهم هاي الفكرة أنه أنت حدا كتير جريء؟ لا بالعكس، زيرو. أنا حدا بيستحي بشكل مش طبيعي. يعني حتى الناس بيشوفوا لي انت نيومي، انت نفسها بنشوفها على السناب شات الهايبر القوي. انا كتير بستحي. ايه لانه على سناب انت شخصيتك انه ايه، لانه ورا الكاميرا ما في حدا قدامي، بس ان ريل لايف لا، انا هيك شوي خجول. انا ان ريل لايف حياتي كتير هادية، بحب الرواق، لا بحب اروح على عرس ولا بحب اعمل عرس. يعني اللي بدي اتجوزه محظوظ فيه، اقل تكلفة. بقول انا لمين بدي اعمل عرس؟ تعرفي انا ماي سيركل ما بيطلعوا 10. ما بتعرفي عالم كتير. I'm very ما عندك فكرة قدي أنا هيك لوكي، يعني ما هيك باللا لاند عايش. أنا ما بلاقي حالي إنه أنا امرأة جميلة. يعني أنا بلاقي كتير عيوب بشكلي. إزاي؟ اشرحي لي. يعني أنا مثلا بشوف إنه أنا عندي ميلة من وجهي غير على الميلة التاني. كلنا كده. عن جد؟ عم جيت هلا عن جد عم تشتغلي دور الحكيم النفساني اللي تعطيني معنويات. لا كل الناس كده، ده مش معنويات، دي حقيقة علمية. دايما في نص غير النص التاني، واحد أعلى شوية من التاني. أوكي. بحس إنه عندي حولة بعيني. كملي يا سرير. ده حور يا ماما مش حور. أوكي. بس إنه عندي هيك عين فايتة أكتر من الثانية. إجري كتير رفيع. أوكي. قد ما جربت إنه أنا أتخن شوية، بيتخن بطني وحاجات تانية وما بتتخنش رجليها. لأنك ما بتلعبيش رياضة. هيقولوا سيرين بتقول كده عشان الناس تقول لها ده أنتي قمر 14. معقول يقولوا هيك؟ طيب بس أنا فعلا هيك. يعني أنا بحس إنه في كتير أشخاص بلاقيهم أجمل مني بكتير. أنا كنت ولد. أنا لحد عمري 14 سنة أنا رافضة إني أكون بنية. أكره لما يقولوا لي بنية. كان اسمي علي على فكرة. والله كان اسمي علي، وممنوع ينقال اسمي بالشارع رحمة من خواتي أو الوالدة أو أي أحد. اسمي علي، شعري قصير نفس طول شعرك، وجيراني يعرفوني علي، ما يعرفون إنه أنا رحمة بنية. أنا بالعيد ألبس بدلة. لما يكون كان عندي جيراني إذا أمه تشتري له لبسة لازم تشتري لي نفس اللبسة مالته يعني، وكنت مقتنعة تماماً إنه أنا مثله. كنت قبل يعني أقول أنا مستحيل أتزوج. بعد 14 سنة أمي أصرت إني أطول شعري. خلاص أنتي بنية، يعني لازم تطولين شعرك، لازم تلبسين نفس خواتك. بدأت شوي شوي أمي يعني هي تجرني لهذا إنه خلاص الواقع إنه أنا بنية. البداية نعم، أيام المراهقة كان معقدني الموضوع يعني كلش، يعني مزعجني ومعقدني، وأكره نفسي وأكره يقولوا لي بنية، لأنه ممنوع أطلع، عيب تطلعين بالليل، عيب تسوين هيجي، عيب أنتي بنية، عيب. أكرهها هاي كلمة أنتي بنية، عيب. فأنا مدهيش يمكن كنت أحب أكون ولد لأنه عادي يعني. اليوم مايا دياب بتقول أنا سعيدة؟ لا. منك سعيدة؟ لا. ليه؟ ماني سعيدة. ماني سعيدة. ما توقعت تقول إنه أنا غير سعيدة، لأنه لما الأشخاص ربما بيشوفوكي بيشوفوا إنه طول الوقت في ابتسامة، في طلة، في نجاح. البسمة برسمها على وجه جعفر بأصعب الظروف اللي أنا بمرق فيها. في ظروف ما بتنحكى بس صعبة كتير. بس هل حصل شيء خلاكي تكوني غير سعيدة، ولا هي أكيد. طفولة؟ أكيد. أو لما هي كبرتي؟ تراكمات أمور من أنا وصغيرة لليوم بتخليني أكون غير سعيدة. كيف القصص بلشت لوصلتني للحالة اللي أنا فيها اليوم؟ ليه أنا هون؟ كتير ظروف حياتية لها علاقة بعائلتي، بشخصي. عارفة ليه غير سعيدة؟ كلهم بعرفهم. قسم منهم عم بعالجهم، في قسم ما بينتسى، في قصص جواتي. مثل ما هلأ سألتني ليه حضرتك غير سعيدة، قلت لك ما فيني أقول لك، حقيقة ما فيني أقول لك. السعادة أصلاً كتير كلمة كبيرة،
والحصول عليها وانك تكون فيها بعتقد انه هو شيء بيكون مؤقت وبيروح. اوقات سعاده، معظم الناس مش سعيدين. Let's be honest. بتعرفي أنا والله العظيم إنه أنا بالبيت قبل ستار أكاديمي بحياتي ماني ماسكة شيء طاربته بالأرض كاسرة أو مثلا معصبة أو معيطة هيك بهذا الصوت على أمي أو على أخي أو حدا. الشخصية اللي طلعت معي بستار أكاديمي غريبة حتى علي، يعني أنا من وقت اللي كنت أزعل بعمر صغير كنت أزعل على السكت أبكي لحالي. فهذا الغضب اللي طلع من سارة فجأة على التلفزيونات أنا استغربته، أنا ما بشوفهم لفيديوهاتي لأنه بزعل ببكي انه هي لانه هي شخصيه حدا الطف بكتير ما بتستاهل هالقد. لدرجه انه انا هلا ما بعرف استخدم السوشيال ميديا لاني بخاف من رد الفعل الشرس اللي بده يطلع. طبعا خليك وعمل لي اكتئاب كتير. يعني انا دائما اول ما طلعت كنت كتير ابكي، كنت كتير ازعل، وعمل لي رده فعل اني انا ما اكون مرتاحه مع حالي. اكيد في مشاكل نفسيه فور شور. انت عندك أكيد. مشاكل نفسيه؟ كل الناس نحن خصوصي بالميدل ايست كلياتنا عنا الانر تشايلد منه قد ايه جريئه وقد ايه احترمت هيدا يعني التصريح انك تقولي انا عندي مشاكل نفسيه أكيد. بدون ما اسالك بدون ما ورتك يعني علما انه هو شيء طبيعي مثل ما قلتي. كلنا عنا مشاكل نفسيه فور شور. رحتي عند حكيم، رحتي رحت عند طبيب؟ عند حكيم ورحت لعند لايف كوتش كمان. نعم. أنا استشرت كمان دكاترة ورحت لعندهم وقت طويل. خضعتي الأدوية ما ولا لا؟ خضعت الأدوية. خضعتي الأدوية. وهذا كان أسوأ شيء أنا عملته في حياتي. مش عيب اللجوء لطبيب نفسي، مش إيه عيب لو كان في حتمية لاستخدام الدواء. المهم يعني أنا ما بفضل. أنا طبعا آه. كنت بحاجة. هلا طبعا أنا حابة إني أقول للناس اللي بياخذوا أدوية أسوأ شيء بالحياة الأدوية. بس لو الطبيب شايف إنه هي يعني ضرورية لاستعادة التوازن مش هنقاوح. لاستعادة التوازن. تستحق التوازن وتستحق الحياة الحلوة، والحياة مش خالية من التجارب السيئة. ايه اكيد. ما فيش اي حد حياته خالية ولا من المشاكل. أكيد. المهم ان احنا نقدر نعمل بدايات لنفسنا ونحط اهداف بدايات جديدة. نظيفة. انا وقفت كل الادوية بيوم واحد بلحظة واحدة مع بعض ولوحدي من دماغي، ما استشرت حدا بالتبطيل، قررت واخذت الخطوة ورميتهم كلهم. فلما بطلت منمونة ما بعرف شو بدي اقول لك شو صار لي. انا كأنه حدا خبطني رماني من سابع سما على الارض. ما بعرف شو صار لي، بس صار لي كل شيء سيء. تعبت كتير. تعبت شوية بس استعدتي. تعبت كتير. ما عندي ثقة بحالي، بس بقول كيف كنت أجبر حالي إنه أنا أكون عارضة أزياء وأقف كعارضة حقيقية قدامهم. بس أنا من جوا ضليتني كل حياتي وكتير من الأوقات لليوم ما عندي ثقة بحالي. الستريس إنه أنا أعمل هالشغلة برجفني بخوفني، بس طموحي بيدفشني. ولما أوقف على هالنقطة هاي بكون فخورة بحالي بهالثانية هاي. حلوين فبقولها حكيتك. لابني لأنه ابني عنده نفس مشكلتي، بقول له بيلي أنا I faked it till I made it. يعني أنا كذبت على حالي وعلى العالم إنه أنا عندي ثقة بحالي، لا قدرت وصلت. بس بعدني لليوم أنا عندي داوت من جواتي، أنا بعدني بشك بحالي، بشك بقدراتي، بس في طموح أقوى مني. هو انا حياتي كلها جوه اوضتي. بتنامي كتير؟ لا بعمل كل حاجه جوه اوضتي، يعني مش بنام بس يا شيخ عشان نبقى واضحين. يعني بتغدى واتعشى وبفطر كله في الاوضه. واتفرج على افلام وبتكلم في تليفون وبعمل مكالمات شغل واقرا سيناريوهات، كل اللي انت عايزاه. اهل البيت واخدين على كده الحقيقه. يعني انا ماما ممكن يعدي يوم كامل ما تشوفنيش. ليه بتبقي فين؟ في الاوضه، ما بخرجش من الاوضه وما ادخلش حد الاوضه. شوف بلا ممكن تصحي من النوم تلاقي نفسك مكتئبه جدا النهارده؟ لا بصي هقول لك على حاجه. انت بتساليني عن الايام اللي بصحى فيها مبسوطه الحقيقه. ليه ما وهو برج كئيب. يعني انا برج الجدي قافله ومصدعه ووشها بومه يعني بصي يعني يعني تركيبه مش لطيفه على الصبح. ايه اللي يخليكي تكتئبي؟ بحس بيجي لي ملل من حياتي، وبحس ان انا قافله جدا، ان انا مش سعيده. انا قد ايه انسانه تعيسه جدا من جوايا، وبقعد بقى افكر انه الناس زمانها من بره فاكراكي ان انت يعني. انت بتنتصري على الاكتئاب انك تضحكي وتتريقي على حالك؟
بس في مرحله معينه من الاكتئاب ما بعرفش اخرج منها بالحاجات دي والكلام ده. بتبقى الحاله قويه قوي لدرجه ان لا الهزار بيجيب نتيجه، ولا السفر بيجيب نتيجه، ولا الشراء والشوبينج والحاجات اللي تخرج البنات من المود بتجيب نتيجه، ولا اي حاجه ليها طعم. المرض النفسي إذا ما عولج في مرحلة ما سيتفاقم ويؤثر على حياتكم. كانت تجيني رعشة، كان ممكن أدق إيدي، راسي في الحيطان، أشياء كثيرة كانت تصير خطيرة. كان راسي يرجف كثير، كان كلي أنا على بعضي أحس أنه أنا إنسانة هشة. هشة هي الكلمة، هشة زي الورقة. صعب إذا ما تعالج، صعب حقيقي. اللي مريت فيه ما كان شوي وما حد كان يدري فيه. كان عندي مشكلة تسللت إلى حياتي شيئا فشيئا حتى أخذت من نفسيتي كثير. مستحيل، سابع المستحيلات أنه كنت أقف إلى جانب شخص غريب في أسانسير أو على سلالم، أو مستحيل، سابع المستحيلات أقف مع شخص غريب ما أعرفه إلا وتلاقي جسمي كله يرجف من فوق لتحت. بدأت المشكلة معي من طفولتي أو من مراهقتي. إذا كان عندي مثلا امتحان أو ما إلى ذلك في المدرسة امتحن، وإذا جاءت جنبي مديرة المدرسة، إذا جاءت وقفت على رأس الكتاب اللي أنا بكتبها تلاقي أنا كذا بسوي، يجيني زي الانفعال، زي الحالة كذا تجيني زي الرعشة. فأنا يبدو لي إنه هذه كانت مشكلة، لكن أنا ماني مدركة حجم المشكلة وكيف ممكن هذه المشكلة تتطور معايا بكرة وتأخذ من حياتي وتؤدي إلى انطواء وعزلة. كبرت المشكلة معايا حتى وصلت إلى المرحلة الجامعية، اللي أكثر مرحلة نعتبرها إحنا كمان حساسة، يعني غير مرحلة المراهقة. أي شخص غريب يكلمني أرجف وأحمر، هذا مش الخجل العادي، لا هذا خجل مرضي أنا بسميه، لدرجة أنه أنا خلاص ما أبغى أشوف ناس، ما أبغى أشوف أحد. فلما قرأت عن الموضوع وجدت أنه هذا لابد أن يعالج عند دكتور نفساني. دخلت النت ودورت على دكتور نفساني واتصلت على الدكتورة، قالت لي بلقيس إحنا لازم ندخل في علاج بالأدوية. وأنا طبعا ماني يعني في يوم من الأيام كنت أستحي أقول هذا الكلام، اليوم أنا وبكل قوتي أعتقد أنه هذا الكلام قد يكون مصدر إلهام. أنا أعتقد أنه هذا الكلام لابد أنه يكون مصدر إلهام. ربما في ناس زيي بتعاني من رهاب، انطواء، عزلة، فاكتئاب. بتقولي انه انت بتقدري لما تطلعي بالشخص تتوقعي ايمتى بده يموت. اذا انا ركزت ابغى اعرف، بس انا مو مركزه اعرف عن الناس كلها. ما ابغى اخسر فكره اني انا احب هذا الشخص، وابتدى هذا الشخص من ناس عزيزين علي ومن كنت صغيره. ايمتى رح موت حصل انا يا كثير شامس؟ يعني مش بس امتى يموت، حتى لو راح يصير شيء مهم او يتوفق او يجي له حاجه او شخصيه مهمه يصير او حيمر في مواقف. يعني عندي هذه الرؤى، مش بالنوم وانا صاحيه، في النوم اشوف احداث يوم القيامه كثير.